ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده قلت ابدا يومي معاكم كده بفطار حلو كده. احنا هنعمله مع بعض. الفطاير بصوا بطريقه فظيعه، العجينه بتاعتها طريه وهشه ملهاش حل. فانا كده عملتها، قلت افطر وبعد كده ايه عايزه اوريكم الجمال ده كله بيتعمل ازاي. بصوا طريه ازاي. طبعا هنا عاملاه بالعسل عادي. لو انتوا مش عايزينه مش حابينه ممكن تعملوا بالسكر. بصوا السوا بتاعه، بصوا، ومحشيه كاستر ومحشيه شوكليت وزبيب فظيع. بصوا من جوه العجينه تحسوا اللي هي كده هشه، والزبده اللي فيها فظيعه. وعملت كوبايه شاي بقى، بنوتي الحلوه عملت لي كوبايه شاي كده وعشان تخليني افطر. فانا هنفطر واقول لكم بقى يلا بينا بقى على المطبخ على طول نشوفوا الحاجات العسل ديت السكر اللي احنا هنعملوها النهارده. تمام. هنفطر الاول نشرب الشاي ونخش على طول جري كده للمطبخ نعملوا الحاجات دي مع بعض واقول لكم مقاديرها ايه بالظبط. تمام. يلا تعالوا افطروا بقى معايا. بصوا حبايبي، جبت اهي بوله هنحط فيها. بصوا خدوا بالكم بقى من ايه مكونات. كوبايه لبن دافيه. تمام. كوبايه لبن دافيه هي. معانا معلقه كبيره خميره، معلقتين سكر كبار، رشه يعني بصوا معلقه صغيره ملح. كل الحاجات دي كام 4 معالق زيت كبار. تمام كده. فاضل لي بيضه، استنى اجيب لكم بيضه بس احطها. هناخد البياض بتاعها بس. بصوا البياض بتاع البيضه مش هناخده الصفار ده نستعمله تاني. تمام. هنحطه هنا دلوقتي ده. بصوا احنا كده بقى ايه قلبنا المكونات دي كلها. يبقى احنا حاطين هنا كوبايه لبن كبيره ومعاهم معلقتين سكر كبار ومعلقه خميره كبيره ومعلقه صغيره ملح. تمام كده. وبياض بيضه و4 معالق كبار زيت. المقادير دي كلها انا هنزلها لكم واكتبها لكم بالجرامات وبالكوبايات او بالمعالق في صندوق الوصف. تمام. هنا معانا بقى هنا ايه 3 كوبايات دي كبار وعليه يعني 3 بصوا كوبايات بنفس الكوبايه دي. 3 كوبايات دي بنفس الكوبايه ديت وعليهم 5 معالق. و5 معالق دي من المعلقه اللي هي بتاعت الرز اللي احنا بناكله بيها عادي. 5 معالق من دول وعليهم و3 كوبايات. تمام. او نص كيلو برضو دقيق وعليهم 5 معالق. تمام. بصوا بقى هنحط الخليط ده كده، مش هنحطه مره واحده، هنحط دي على المكونات السايله كلها كده. هنعمله بصوا فطاير تحفه وطريه وجميله وتتاكل كده على الفطار. الجو الساقع عايز ايه معجنات، بس دي حاجه بقى جميله قوي. وطبعا ايه الحمد لله يعني انا في المعجنات حلوه قوي. فان شاء الله تعجبكم واللي هيعملها بجد هيعتمد الوصفه دي على طول. تمام. بصوا كده هنحط بقيه المكونات. الدقيق ده معلوش حاجه خالص، يعني انا حطيت كل حاجه حتى الملح حتى كله. تمام. ناخده بس كله عشان ده معيار. بصوا كده نفضل نقلبه كده بالمعلقه اي حاجه لغايه بس من المكونات تتقل وبعد كده نعملوه بقى ايه نستعملوه ايدينا. بصوا كده. بصوا احنا كده عشان ايه متقلبش هنيجي نشوفه. هنحتاج لبن تاني، عايزين تكملوا ميه براحتكم. بصوا كده. هي العجينه طبيعي لبن فبتخلي العجينه بتبقى طريه، فايه اقعدوا بس انتوا تعجنوا وخلاص لغايه ما تبقى عجينه متماسكه.
بصوا كده احنا لمينا كله اهي. لا الحمد لله هي ولا محتاجه لبن ولا محتاجه دقيق، هي بس عايزه تتخدم شويه وان شاء الله تطلع جميله باذن الله. بصوا يا حبايبي اهو فضلت اعجن فيها تقريبا كده 10 دقايق. بصوا انا عملتها ازاي بالمنظر ده. تفضلوا كده ايه تروح وتيجي معاكم لغايه ما تبقى طريه. بصوا هي بتلزق بسيط طبيعي كمان عشان ايديا مطرح العجن. هي بصوا وناعمه وجميله. لو عايزين تدعكوها شويه كمان يعني تقعدوا تخدموها اكتر براحتكم ماشي، بس انا شايفاها كده كويسه. دي هنحطها تخمر بقى لغايه ما ايه تضاعف حجمها ونيجي نشوفها هنعملوها ازاي مع بعض. حبايبي العجينه اهي بسم الله ما شاء الله خمرت تحفه. بصوا بقى الحجم بتاعها اتضاعف، فانا كده هنزلها اهي كلها. بصوا انا حاطه هنا نشا، مش حاطه دقيق ولا حاجه تمام. فبصوا بقى عشان ايه العجينه بسم الله ما شاء الله حلوه. ننزل الخمر بتاعها كده. هنيجي بقى نفردوها. انا عايزاها ايه رفيعه. بصوا هي لها كذا تشكيل عشان نحط فيها الزبده ماشي. احنا هنفردوها بس انا عايزاها بقى ايه شكل مربع او مستطيل عشان نحط ايه الزبده بتاعتنا بقى نفردوها. هتبقى زبده طبعا انا مطلعاها بره من ساعه ما بدات شغلي فيها عشان تطرى خالص تمام. نيجي بقى نفردوها نعملوها شكل بقى ونخلي السمك بتاعها رفيع. انا مش عايزاها ايه مليانه عشان ما تبقاش تخينه فيها عجين كتير تمام. بس هي هتطلع مورقه ان شاء الله وتطلع جميله. بصوا نفضل نفردوها كده اهوت حبايبي. فردتها كده اهو. بصوا السمك اللي انا عايزاه بصوا عامله ازاي رفيعه بسم الله ما شاء الله عشان لسه احنا هنكملها. بصوا بقى انا جايبه الزبده هنا فهي طريه خالص اهي. دي زبده فرن ماشي. بصوا اعملي كده بظهر المعلقه باي حاجه، حتى لو مش عارفينها مش عارفين تعملوها بالمعلقه ممكن بايديكوا عادي مفيش مشكله. بصوا هنمسحه كده بيها. بصوا عشان الزبده طريه كلها بسم الله ما شاء الله يعني سهله اللي هي تتفرد معانا. بصوا بقى ما نخلوش حته ما فيهاش زبده عشان العجينه تطلع مورقه وطريه تمام بالمنظر ده كده اهو. حته حته ما تستعجلوش لان كل ما تعملوا الحاجه بطريقه كويسه وبصبر كده وهتطلع معاكم روعه. وهي حاجات اهي بنعملوها لاولادنا لنا بدل ما نشتروا الحاجه بره بقت غاليه جدا. ربنا بجد يرحمنا يا رب. فاهو بنحاول نعمله على قد ما نقدر حاجات كده يعني لاولادنا نفسهم في اي حاجه هم بنحاول نعملوها. وعلى فكره ما بتكلفش والله ولا حاجه، الحاجات دي بتبقى موجوده في البيت. بصوا كده اهو. بصوا خلصنا اهو الزبده كلها بسم الله ما شاء الله جميله قوي. بصوا بقى طبعا احنا كده هنيجي ننفض بقى. بصوا هنيجي نفرد العجينه كده مع بعض تمام. بصوا كده الحته بصوا ديت برضو عشان احنا هنحط نطبقه العجين. انا عايزه كل حته تبقى مشربه بالزبده علشان تبقى ايه متورقه كلها. بصوا كده هي بس ايه مش شرط يعني ايه هي. بصوا بقى كده بصوا كده. دي بقى طبعا عشان ايه الزبده هتبقى ايه يعني مطلعاها من البدله تبقى سايحه شويه، فدي هندخلها التلاجة 10 دقايق بس فاهمين تجمد ونطلعها بقى نشوف هنعمله فيها ايه. العجينه اهي طلعتها انا قعدتها نص ساعه بس. بصوا بقى نيجي نفردوها بقى عشان نشوف احنا هنحشوها ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله حلوه مورقه كده وهتطلع جميله باذن الله. بصوا هنفردوها بقى كويس ونرفعوها على الاخر. بصوا كده اهو بالراحه بس عشان ايه
الزبده بتاعتها، بس هي الزبده جمدت خلاص. بصوا يا حبايبي انا انا فردتها ورحت مسويه بس الاطراف. تمام. بصوا بقت عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. هتبقى ان شاء الله هتبقى تحفه. طبعا الحاجات اللي انا قصرتها ديت قطعتها دي مش هتترمى، دي هنعمل لها برضو سايباها تريح شويه واعملها. تمام. بصوا بقى طبعا انا عملت كاستر بس عشان انا عامله من بدري قوي، عاملاه من بدري. تمام. سبته لغايه ما برد خالص. كل اللي انا عاملاه عملته لكم قبل كده كتير، بس انا اللي عملت اقول لكم على طريقته. حاطه معلقتين كاستر مع معلقتين لبن بودره مع معلقه كبيره نشا، والسكر حسب، انا حاطه 3 معالق سكر بصراحه اللي هي المعلقه الكبيره، وعليها كوبايه لبن وقلبتها، ورحت حاطه نص كوبايه ميه. تمام. فتقعدوا تقلبوا لغايه ما يبقى بس بالقوام دوت كله. انا مش عايزاه تقيل قوي ومش عايزاه ميه، وسبته لغايه ما برد خالص. تمام. انا هكتبه لكم برده مكوناته في صندوق الوصف مع العجينه. بصوا بقى هنيجي نعمله الكاستر. هو حلاوته حلوه، 3 معالق بالنسبه لي للكميه دي حلوه مش وحشه. تمام. بصوا هنيجي بقى احنا هنحطه الحشو بتاعي كاستر. عايزين تحطوا مربى براحتكم، عايزين تحطوا قرفه بالزبيب براحتكم برضو. فانا قلت اغير، بس العجينه ديت مع الكاستر هتبقى تحفه. تمام. بصوا كده المنظر ده. كده بصوا معايا انا هنا جايبه الشوكولاته انا بشراها. تمام. هنحطه هنا شويه كده، مش كتير. تمام. مع شويه معايا برضو زبيب، حبه صغيره كده اهو. كده بصوا بقى هنيجي بقى احنا كده اهو هنلفها، نعمله اللي هي الرول بقى كده اهو، هتبقى تحفه. بس خدوا بالكم لفوها بالراحه. بصوا كده. بصوا الرول اهو لفيته. تمام. هنيجي بقى نقطعوه زي ما انتوا عايزين حسب بقى الحجم. بصوا انا جايبه قطعت البيتزا ديت عشان هتبقى احلى من السكينه. بصوا هي طبعا عشان الكاستر هيبقى كده اهو. تمام. بصوا نقطعها واحده عشان نشوف كده السكينه هتقطع كويس عنها. انا مش عايزه اتخن القطعه قوي عشان كده كفايه تبقى حلوه، عشان لسه هتكبر في الفرن تاني. تمام. حبايبي دي العجينه التانيه. بصوا بقى فردتها كده برضو. معلش انا الرول التاني وانا بقطعه النور قطع، فبقيته قطعته انا حطيته في صينيه هعمله لكم دلوقتي. دي بقى جزء العجينه التاني اهو اللي انا قلت لكم دي الزوايد بقى بتاعت اللي انا قطعتها. بصوا فردتها ازاي، فردتها خالص. تمام. بصوا بقى الطريقه جديده. هنجيبه هنا الكاستر، هنيجي نحطوه في النص. تمام. حطوا الكميه اللي انتوا عايزينها. بصوا كده اهوت. بالمنظر ده. استنى احط لنا حبه كمان. تمام. هنجيبه برضو الشوكولاته على فكره مش كتير، مفيش مشكله خالص. تمام. هنحطه هنا شويه زبيب. شايفين الشكل ده عامل ازاي؟ بصوا بقى هتيجي تحطوا ده كده اهو، وهتيجي تحطوا ده ده كده اهو. بصوا بالمنظر ده. هنيجي طبعا نقطعوه بقى كده. هنيجي بقى احنا نشيل الزيادات دي برضو عشان يبقى الشكل الشكل بتاعه يبقى حلو.
خلاص كده احنا قطعنا الزيادات اهو. هنيجي بقى نقطعوها. بصوا ازاي بالشكل ده. بصوا المنظر بتاعها هيبقى كده. بصوا جايبين صينيه احنا بقى ديت حط لها فيها ورق زبده. مش عايزين ورق زبده ادهنوها زبده من الصينيه زبده، لكن ورق الزبده مجرد بس مسحه صغيره. تمام. بصوا نقطعها دي. طبعا بقى ترجع دي بقى لحجم العجينه، لو انتوا عايزينها اصغر ولا اطول براحتكم بقى خالص. بس وحياة ربنا ان شاء الله ان شاء الله تطلع طعمها حلو قوي وهتعجبكم وهتعتمدوا الطريقه دي على طول. تمام. بصوا دي هنشيل منها الحته الصغيره دي بس. هنيجي بقى احنا بقى ايه نرصوها كده في الصينيه. بصوا بالراحه بس كده اهو. انا مولعه الفرن على فكره عشان لازم يبقى سخن قوي، ما تخشش الفطاير دي على فرن بارد. تمام. بصوا كده انا عايزه اقطعها بس ايه، هي عشان العجينه طريه كده. تمام. انا حاسه ان الشكل ده احلى من الشكل التاني. بصوا كده المنظر ده. هنيجي اقول لكم بقى ندهن الوش ايه بتاعه. طيب انا كده خلصت. ادي الكميه اللي طلعت لي كل دول من 3 كوبايات دقيق. شوفوا بقى انتوا لو جبتوه بقى لقيتوه في كارفور فتح الله، لا فتح الله ما فيش الحاجات دي. كارفور هتشوفوها بكام، القطعه الواحده بكام. بصوا بقى انا جايبه هنا صفار بيضه، البيضه اللي احنا حطينا في منها البياض بتاعها دي الصفار. وبصوا زي معلقتين لبن وفانيليا بس. هنيجي بقى ندهن الفطاير دي بالراحه. بصوا كده عايزين تحطوا لها لبن بس كده كده احنا عندنا البيضه يعني بقيه البيضه. تمام. بصوا يلا وانتوا بقى بتشوفوا الفيديو قوموا حضروا بقى ايه المكونات بتاعتها ديت. والله العظيم هتعملوه وانتوا بتتفرجوا عليا. بس اوعوا تنسوا اللايك بقى. انا عايزه اللايك عشان الفيديو يترفع كله يشوفه وكلنا نستفيد. واللي يجربها اي وصفه من وصفاتي يكتب لي كومنت يقول اللي هو عملها وايه رايه او هيعملها. خلينا كده نشاركوا بعضينا نتعلموا من بعض. انا بتعلم وانتوا بتتعلموا. يعني محدش قال لكم براك شغال معاكم لكن انا لا، انا بتعلم بصراحه ولسه في حاجات بشوفها وبحاول اعملها. يعني انا بستفيد وبفيد. بصوا كده اهو بالمنظر ده. هندهن برضو ديت بس بقى ديت بقى اللي بالراحه خالص عشان ده الكاستر اللي طالع. انا شايفه الشكل ده هيلي احسن من ده. وانتوا برضو قولوا لي في الكومنتات انه حاجه احلى عجبتكم. بصوا يا حبيبي خلصت اهوت وحطيت الصفار البيضه. بصوا بالمنظر ده. فهدخلها الفرن على الفرن تقعد ربع ساعه 15 دقيقه ل 20 دقيقه. هتلاقوا الفطاير علت. وبصوا والوش يتحمر. لقيتوا الوش عندكم ما اتحمرش افتحوا الشوايه دقيقتين بس. تمام. انا بقى هروح دلوقتي ادخلها الفرن على طول واول ما تطلع اوريها لكم بقى وهي سخنه. خلاص اهي. بصوا مش عايزه اقول لكم بقى الريحه ايه ولا الطعم ولا. بصوا هي كلها تحفه والله. طلع الرولز دوت طلع حلو جدا فظيع ومورق كده وطري والعجينه طعم الزبده اللي فيه ملهاش حل. بصوا انا عايزه اوريكم بصوا المستوي ازاي. بصوا الفرن مخليه عامل ازاي من الطبقه اللي فوق عامله كده اهو. بصوا عشان سخن. بصوا بقى الرول دوت. بصوا السوا من تحت. بصوا بقى انا معايا سكر بودره ومعايا عسل. لازم تعملوا الوش بحاجه. فهو طبعا العجينه مش محليه اصلا يعني المعالق السكر اللي انا حطيتها معلقتين الكبار دول ولا حاجه بالنسبه للفطاير دي. فانا هندهن ده بعسل وهنحط على ده سكر.
تمام. بصوا عسل كده اهوت، يا دوب خففته بس في شويه ميه صغيرين، تمام، عشان يحل كده اهوت معانا. بصوا بقى هنيجي نعمله ايه، هنيجي بصوا ندهنه كده اهوت الوش على طول وهو سخن كده، عشان يديكي اللمعه اكنك شارياها من بالظبط من بره. طبعا وبره عمرهم هيحطوا ايه الزبده ولا يخدموها اللي احنا عملناه ده فيها. وبعدين انت ضامنه النظافه، ضامنه ان انت هتاكلي ولادك حاجه مغذيه عارفه مكوناتها ايه، غير اللي بره اهو حاجه شكلها حلو بس انتوا عارفين هي معموله من ايه ولا بتاع. لا بصوا طريه قوي طريه قوي، انا مش عارفه امسكها خايفه تقطع مني. طبعا انا في واحده من الرول دوت عملتها اتقطعت مني، انا اكلتها بصراحه طعمها حلو قوي. وهي انا بحب الحاجه سخنه اصلا وهي طالعه، يعني ممكن الحاجه تقعد اما تبرد شويه لا ما اكلهاش، احبها وهي سخنه. حتى الكيكه ما بعمله احبه وهو سخن. بصوا كده هادي كده خلاص احنا عملنا دي تمام. ده بالعسل. بصوا بقى ديت هنجيبوا سكر بودره هنا، بصوا كده اهو. طبعا احنا حاطين اللي هي السلك المصفى السلك دي ليه، علشان لو في حاجه تكتلات ولا حاجه فيه يبقى ايه. بصوا المنظر، طبعا الحاجات دي كلها ايه، بصوا كده. بصوا انا عايزه اوريكم بس ايه انفذ السكر ده منه شويه. بصوا الشكل عامل ازاي، والله العظيم ملهاش حل وحياة ربنا، يعني انا مش عارفه اقول ايه بصراحه. فيا ريت بقى تجربوا الوصفه ديت وتكتبوا لي في الكومنتات. وبصوا ونتعلم من بعض. وعايزه اللايك بقى، لايكات كتير قوي عشان الفيديو ده يترفع، وكومنت منكم، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.